نمارس حق الرد على أكاذيب وعلى الترهات الوفد الجزائري فيما يخص قضية الصحراء المغربية. فالصحراء مغربية ستبقى مغربية إلى الأبد. أما الانتهاكات الحقيقية هي التي نراها منذ 50 سنة في داخل تندوف، وهي أراضي جزائرية تجمع فيها دولة الجزائر مجموعة من الإرهابيين تأويهم تسلحهم وتدعمهم للدعم بتمس بالاستقرار المملكة المغربية. السيد الرئيس، إن رئيس مجلس المستشارين الذي تكلم أمامكم فهو ابن هذه الأقاليم، وصل إلى هذا المنصب عن طريق انتخابات نزيهة شارك فيها الصحراويون المغاربة بنسبة كبيرة بديمقراطية كبيرة. إذن هذا هو الديمقراطية، أن الصحراويون يعيشون في أقاليمهم. وإذا قارنا مدينة العيون ببعض مدن هذه الدولة التي تتبجح بحقوق الإنسان فالواقع أكبر من ذلك. المملكة المغربية اختارت الوضوح واختارت بكل تقدير ومسؤولية الشرعية الأممية، وجعلت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد والأوحد لحل هذه النزاع المفتعل. هذه المبادرة التي تحظى بجل العالم، جل القوة العظمى تحظى بهذه المبادرة. إن المملكة المغربية، إن جلالة الملك ما فتئ يمد يده إلى حكام الجزائر لكي نتفاوت في هذا الموضوع، ولكن إصرار هذه الحكام وإيواؤهم وتدريبهم وتسليحهم لهذه العصابة الإرهابية للمساس بأمن المغرب سوف يضع الجزائر يوما أمام العالم كدولة راهية للإرهاب، وسوف يكون ذلك وابلا على شقائنا في الجزائر، لأن تهمة إيواء الإرهاب ورعاية الإرهاب وما يترتب عليه ذلك من تبعات أمام المنتظر الدولي. وتذكروا جيدا أنكم كنتم في جبهة الرفض، ومصير جبهة الرفض تعرفونه، وكونوا على يقين أن الدور عليكم إن شاء الله.